قاطعوا مباراة اللي كبيرة لأن العالم كله كيشوف فيها هو الديربي. وتصور أن الديربي راه إرث تاريخي، راه هي الرافعة ديال كرة القدم الوطنية. راه ما تقولش لي البطولة ولا كنا نفس أن نحضر هذا الديربي ونشوفوا ما يرافق الديربي من ذاك الروعة وذاك الرونق اللي كيضفيه هذا الجمهور الكبير بين جماهير الوداد وجماهير الرجاء. المقاطعة، هاد الجمهورين الكبيرين فضلوا المقاطعة وهذا من حقهم صراحة، هذا من حقهم. هذه رسالة بهذه المناسبة، رسالة الناس اللي وصية على كرة القدم. صحيح بأن كرة القدم كتعيش أحلى أزهى اللحظات ديالها. بالأمس احتلينا الرتبة الرابعة عالميا. العالم كله شهد لنا بهذا المستوى الكبير اللي بانت فيه كرة القدم الوطنية، مرورا بالمنتخبات اللي كيحصلوا على نتائج طيبة في عهد هاد الناس اللي مشرفين على كرة القدم. صراحة في بلاصة الجمهور أنا غاضب صراحة. هذا الجمهور اللي قاطع، نبركوا معاهم. علاش ما بركناش معاهم؟ نبركوا معاهم قبل ونشوفوا مالهم، لأن هذا الجمهور راه فيه وليداتنا، فيهم ولاد عمامنا، فيهم ناس كتبغي كرة قدم، كيجيو يتفرجوا في الرياضة، كيبغوا الفرق المحبوبة ديالهم. علاش قاطعوا؟ مع العلم بأن قاطعوا مباراة اللي كبيرة لأن العالم كله كيشوف فيها هو الديربي. وتصور أن الديربي راه إرث تاريخي، راه هي الرافعة ديال كرة القدم الوطنية. راه ما تقولش لي البطولة ولا، راه الديربي كيبقى هو اللي كتجه الأنظار عبر العالم. والديربي كنفتخروا به. علاش؟ لأن شرف الكرة الوطنية. فالعالم بعد ما كيسمع الديربي وداد الرجاء كيتصنف من 7 ديربيات، سبع ديربيات في العالم، من أحسن 7 ديربيات في العالم. فهذا راه هو التشريف. خص الجماهير، خص المسؤولين يفرحوا ويعرفوا بأن الديربي منذ التاريخ حنا كنفتخروا به. الديربي كان كيبدا بشهر، ومن بعد الديربي المباراة كيسالي كتبقى شهر المخلفات ديالو. وانت عارف حضرتي الديربيات، انا كل داك الحلاوه ديالو هي كنشد فيه. كان مقسم بالجمهور، كل بيت فيه ودادي رجاوي، ماشي غير في البيضاء، الدار البيضاء، راه في المغرب من طنجه لكويره. راه حتى الفرق اللي كيلعبوا في الفرق الوطنيه، لا المغرب فاسي ولا المغرب تطواني ولا الدفاع الجزائري، الا جيتي تقسم اللاعبين راه مقسمين بين ودادي رجاوي. ف ديربي الان صراحه بدون كما نقولوا بلا واحد ما بقى عندوش فقد ديك الطعم ديالو. ما تصور ان الديربي كان يعني قبلوا كتزدهر حتى البيع والشراء. صراحه انا ما بان لي والو، مباراه عاديه صراحه، مباراه عاديه للاسف. مع المسؤولين حنا مقبلين على تنظيم احسن تظاهره في العالم وهي كاس العالم، وبعدها ان شاء الله غادي ننظموا كاس افريقيا للامم. وانتم كتعرفوا دور الجمهور في كره القدم. فحان نخبركم على طاوله الحوار، راه وليداتنا هادو، راه ما هضروش على شي حاجه. راه انا بلاصتهم، راه سولتهم علاش ما جاوش. راه من بين الحوايج اللي يطلبوا كيقول لك انا كنبغي نتبع فرقتي، ما كيخلونيش نتبعها. هذه قضيه المنع. انا مع العلم بان دستورنا الحبيب انا كيكفل المواطن يرتاح في الجميع صراحه، مع احترام صراحه السفر، ولكن الجمهور كيتمنع. قال لك اسيدي الاغلاق ديال مركب محمد، هذا راه مركب محمد خامس، راه معلمه تاريخيه، ارث تاريخي. علاش؟ انا سؤال، انا كصحافي انا مع الاصلاح، ولكن ماشي كل مره اموال طائله كتخسر على هذا المركب. وحنا كل نوبه كيجي الموسم بدايه الموسم الرياضي وكنصلحوه، كنخسروا عليه اموال طائله وكنهجروا جمهور الوداد والرجاء. ها هما في ملعب الزاولي، وملعب الزاولي شي الظروف كتقوم فيها المباراه. راه باز هذوك الناس ديال الامن مساكن، راه الله يحسن عوانهم. انت كتشوف كندير لايفات تماك مساكن من العشره، وجميع الطرق المؤديه لذاك المركب راه ملعب الزاولي كتشوف راه كتحبسوا الناس الساكنه كتضرر. علاش مركب محمد الخامس؟ صحيح بان حنا اصلاحات الملاعب حنا معاها، ولكن بواحد العقلانيه. والحمد لله واخا البيضاويين استبشروا ببناء ملعب بن سليمان اللي غتكون السعه ديالو اكبر سعه هي 100,000 الفوق. فمركب محمد خامس راه يبقى رمز تاريخي، راه هنا فين توجوا به ابطال.
وخرجوا ابطال وتوج المنتخب وتوجوا الوداد والرجاء اللي هزوا الرايه المغربيه اولا، هما عصبه الابطال. الفريقين اكبر الفريقين اللي جابوا لنا القاب افريقيه وعربيه بسبب بفضل هذا الملعب وبفضل جمهور الوداد والرجاء. ما خصناش نبخسوا الفضل ديال هاد الجمهورين الكبيرين. طالب لي الجمهور للاطراف ديال الوداد والرجاء، بقاو في هذا التضامن ديالكم وبقاو في هذاك الحب وديالكم. كرة القدم صحيح بان في الديربي كل واحد كيبغي الفرقه ديالو تربح، راه المباراه فاش كتنتهي 90 دقيقه راه كنخرجوا معانقين. راه بكري انا كتفرج ديربيات راه كان ودادي رجاوي، راه تجاوز المسؤولين داروا الكراسه حمرين والخضرين هما اللي داروا التفريقه، وكاين ايادي خفيه كتدير الفتن بين الوداد والرجاء خصنا نعرفوهم.